جايبه لكم منتجات بجربها من الحاجات اللي انا جايباها لكم دلوقتي تستاهل ان انتوا تجربوها، عشان كده طلعت اتكلم معاكم فيها. ودي من مفضلاتي في الفترة الأخيرة. لسه ما وصلناش للفيديو بتاع مفضلاتي في سنة 2024. ده هنعمله في شهر 12 الشهر الجاي ان شاء الله. لو لسه اول مرة بتشوفوني، انا شيماء، دي قناتي، بعمل معاكم فيديوهات متنوعة. والفترة دي مهتمة بالرياضة، وهنعمل فيديوهات كتير عن الرياضة والجيم والأكلات الصحية، ولو عايزة تزودي عضلات أو تبني عضلات تعملي ايه زي ما أنا بعمل. وبقى المنتجات اللي أنا بحبها للبشرة والشعر والجسم والريفيوهات بتاعتنا اللي دايما بعملها في القناة. لو لسه أول مرة بتشوفيني، انزلي اعملي سبسكرايب، اشتراك للقناة، وفعلي الجرس على علامة الكل عشان يوصلك إشعار بكل فيديو بينزل في القناة أول بأول. واوعي تنسي تعملي لي لايك للفيديو ده، وصلوا على النبي في الكومنتات، واكتبوا لي تعليقات حلوة منكم، واللي جرب منتج من ده يا ريت تقولوا لي تجربتكم معاه كانت ايه. وهاتوا بقى حاجة تشربوها. انا جايبة عصير برتقان كده، اليومين دول داخلين بقى على برد وعندي برد كده. يلا عايزين ندخل في الفيديو على طول. اوعوا تنسوا اللايك والاشتراك، ويلا بينا نبدأ الفيديو مع بعض واقول لكم المنتجات الخطيرة اللي انا حبيتها قوي. هبدأ معاكم بالحاجات اللي انا جبتها في شهر 9، شهر سبتمبر، اللي هي حبيتها قوي وبقت من مفضلاتي. اول حاجة طبعا مزيل العرق، ده اللي كلنا مش هنستغنى عن مزيل العرق سواء في الصيف او في الشتاء. يعني في الشتاء برضو حتى لو بتاخدي شاور كل حاجة لازم تستخدمي مزيل العرق، اللي هو بتاع بادي ليشز. الريحة دي حلوة قوي. مش عارف اسمه، باتشولي، فايولوت باتشولي، حلوة قوي، ريحته تحفة. ما فيهوش بارابين، ما فيهوش ألمونيوم، ما فيهوش كحول. يعني آمن جدا على البشرة، وكمان بيقعد معاكي باليومين، بجد ريحتك بتفضل حلوة لحد ما تاخدي الشاور الجاي بتجدديه وبس كده. وكمان جربته في الجيم وفي الرياضة ووقت طويل وتنطيط وحركة، لا بجد بتفضلي زي ما انتي، ومش بيخلي يطلع لك اي ريحة عرق مش كويسة. الديودرنت او مزيل العرق ده كان ب60 جنيه من الصيدلية، وموجود في كل الصيدليات. كان في ريحة منه تانية بالفانيلا او بالفانيليا، يعني انا حبيت ده اكتر. ومش معنى ان احنا طبعا في الشتاء يبقى مش هنستخدم صن بلوك، لا اساسي جدا معانا صيف وشتاء الصن بلوك. والصن بلوك ده اسمه سولانترا، جبته من الصيدليه بالصدفه. والعبوه دي هو اس بي اف 50 طبعا، بلس 50. والعبوه دي 50 مللي وبتقعد وقت معاكي، مش بتاخدي منه كميه كبيره. بس هو مش ووتر ريزيستنت، يعني مش مضاد للميه او كده. وطبعا احنا مش بنعرق اكيد في الشتاء زي في الصيف، بس لو بشرتك بتعرق انت طبعا مضطره تجدديه وكده كل مثلا ساعه كل ساعتين. هو سعره 60 جنيه، بتجيبي العبوتين مع بعض ب130 جنيه، او كنت جايباه ب65 جنيه القطعه دي. قلت ان انا هجربه، بس حلو جدا وبيحمي من الشمس. حلو بجد، جربوه على ضمانتي، وموجود في الصيدليات، وممكن كمان تلاقوه على نون وامازون وكل على نون طبعا عشان امازون تقريبا مقاطعه. المنتج اللي معانا بعد كده وهو البودي لوشن بتاع الجسم، ترطيب الجسم. محتاجين ترطيب عميق لبشرتنا، زي ما بنرطب بشرتنا وبنرطب شعرنا لازم نرطب جسمنا. واساسي وضروري جدا يكون عندنا بودي لوشن او مرطب للجسم. ده بتاع كير اند مور، قوامه خفيف، بتمتص البشرة بسرعة جدا. ده السنت اللي هي بالفراولة تحفة يا بنات. كنت جايباه ب75 جنيه، يعني دلوقتي تقريبا ب80 جنيه. وموجود على نون في الفترة اللي هي بتاعت عروض 11/11 تقريبا ب60 جنيه. فبصراحة من الحاجات اللي أنا حبيتها قوي، فضلت أدور على السنت دي عشان سمعت ناس بتتكلم عنها وإن هو ترطيبه حلو. هو ترطيبه حلو، بيرطب البشرة بعمق، بس طبعا في الشتاء بنعوز حاجة أتقل من كده. هو قوامه خفيف جدا، تمتصوا البشرة بسرعة جدا، وكمان ريحته حلوة. بس برضو خلينا متفقين ان البودي لوشن ريحته مش بتثبت في الجسم، بس اهم حاجة الترطيب. بس بجد ريحته تحفة وترطيبه حلو قوي، وحجمه 150 مللي. وبرضو الكريم ده بتاع كير اند مور، انا بحب الكريمات دي بتاعت كير اند مور، ودي تالت ريحة بجربها منه. هو قريب خالص من البودي لوشن، هو بالفراولة. ده انا جايباه لترطيب الايدين.
حلو قوي طبعا، بيرطب الايدين حلو. بس بصراحة البادي لوشن ريحته اقوى من الريحة اللي هي دي، وده قوامه خفيف، مع اني جبت كريمات منه قبل كده لقيتهم قوامهم اتقل من كده. ريحته فراولة، عارفين اللي هو اللبان اللي بالفراولة ريحته كده. نشرب بقى حاجة، اشربوا حاجة بقى وانتوا بتسمعوا الفيديو ده. عصير برتقال فيتامين سي مهم جدا طبعا للبشرة، وهو سعره كان في حدود 30 أو 35 جنيه. فضلت أسمع عنه حوارات كده وحكايات إن هو حلو قوي وبيخلي ريحة الجسم تحفة وريحته تحفة. شاور فريدة كنا بنقول كلنا، وأنا زيكم كنت بقول فريدة. هو اسمه فريدة. كنت جايباه من الصيدلية. العبوة دي كانت عاملة 50 جنيه، والله كان من فترة كده كان عامل 30 أو 35 جنيه، بس طبعا الأسعار زادت. جبت السنت دي اللي هي لونها بيربل، لونه بنفسجي، بحب اللون ده قوي. ريحته تحفة يا بنات. بصوا الرغوة طالعة منه. بيعطر الجسم. طبعا الشاور جل طبعا ما بيثبتش في الجسم، لاني بسمع ناس كتير تقول دي ريحته بتقعد معايا فترات طويلة. لا طبعا، الشاور جل ما بيثبتش بالجسم. ممكن يثبت معاكي لو انت بتستخدمي البودي لوشن والسبلاش بنفس الريحة. فانا بجد يعني بناشد بتوع فريدة او المصنع ده ان هم يعملوا السنتات بتاعت اللي هو الشاور، السنت بتاعت الشاور جيلي دي، تعملوا منها سبلاش وتعملوا منها كمان بودي لوشن. فيبقى حلو قوي، يبقى كده مجموعة متكاملة. هو حلو قوي، اكرره تاني طبعا. انا خلاص بصوا مخلصاه، انا بستخدمه من شهر 9. بستخدمه ليا ولابني، بس انا جبت العبوة الصغيرة عشان اجربه. ما بينشفش الجسم، بيسيب الجسم برضو مترطب. في جليسرين وفي شوية مواد كده حلوة، حلو جدا يعني. طبعا لا غنى عنها، تنجزنا جدا جدا الشفرات بتاعة أفوفا. شفرة أفوفا دي حلوة أوي. شفرات أفوفا دي عندك مناسبة مستعجلة عايزة تزيلي الشعر بسرعة كده، تجري تاخدي الشاور بتاعك، تعملي سكراب وتعملي الشفرة. شفرات أفوفا دي كنت جايبة العبوة كان فيها 5 من دي. كانت ساعتها تقريبا ب35، دلوقتي وصلت ل55 أو 60 جنيه. في كمان واحدة بتتباع لوحدها في الصيدلية، بتبقى بكيس كده متغلفة ب15 جنيه وموجودة في فتح الله. الشفرات من الحاجات المنجزة جدا. لو انتي ما بتستخدميش الشفرة وما بتستخدميش الشفرة فانتي فايتك كتير أصلا، لأنها منجزة وسريعة. حل سريع جدا، هي مبلولة عشان كنت مستخدماها. حل سريع جدا، بتشيلي الشعر بسرعة جدا وبتلاقي بشرتك كده نظيفة وما فيهاش أي حاجة. فاللي مجربش الشفرة وبيستخدم الوسائل التانية، كل واحد وعلى حسب ما يحب، بس الوسائل التانية لازم نسيب الشعر يطول لحاجة لمرحلة معينة عشان نقدر نشيله. بس دي منجزة وسريعة جدا، وزي ما قلت لكم سعرها رخيص وموجودة في كل المحلات وفي كل الصيدليات، وكمان هتلاقوها على نت. اوعوا تكونوا ما عملتوش لايك للفيديو ولا اشتركتوا في القناة. نتكلم بقى عن المنتجين دولت بجربهم بقالي شهور، حلوين قوي. هكلمكم عنهم بعد كده. بقى هندخل على البراند الجديدة اللي أنا جربتها، اللي هي مصرية 100% ومنتجاتها تحفة. ده طبعا مش معايا الورقة بتاعته، هو موجود على نون، أنا جبته أصلا من نون. اسمه لايم، وده كريم لمحيط العين، بيفتح الهالات السوداء. في كافيين، في كولاجين، وفي في حاجات كتير كده. مش معايا الورقة بتاعته، هكلمكم عنه في فيديو لوحده وهسيب لكم صورته هنا. كان ب89 جنيه لما جبته. وطبعا في مجموعة كاملة من منتجات لايم دي، في ناس كتير بتتكلم عنها، وليهم طبعا على الويب سايت، موجودين على الويب سايت، وليهم صفحة على الفيسبوك. هو كريم لمحيط العين حلو قوي بجد، بيشيل الهالات السوداء وبيرطب المنطقة. والحمد لله مش بلاقي خطوط اصلا خالص في المنطقة دي. حلوة قوي. المهم طبعا ان احنا نشرب مية كتير وننام كويس جدا من 6 ل 8 ساعات بالليل مش بالنهار، ونقلل مسكتنا للموبايل واضاءة الموبايل والحاجات دي. المهم طبعا هنتكلم في الحاجات دي في فيديوهات لوحدها. ده كريم كنت جايباه كده بالصدفة من الصيدلية، كريم لتفتيح البشرة. كنت بستخدم كريم اسمه لايت اب، وابتدى يخلص من عندي فروحت اجيبه، لقيت سعره بقى اوفر قوي وكان سعره غلا. كنت جايبه حاجة و50، لقيته ب150 حاجة كده. فلقيت ده بالصدفة في الصيدلية وجبته. ليه بقى؟ عشان فيه هايلورونيك اسيد وفيه فيتامين سي وفيه فيتامين اي.
حبيت قوي المكونات اللي فيه، هو بيفتح البشرة، وفيه كمان خلاصة العرقسوس، وفيه زيت جنين القمح، وفيه كمان كوجيك اسيد وكاموميل وبرو فيتامين بي 5. فالانجريدينتس بتاعته اللي هي المكونات كلها عظمه بجد، تحفه. هتستخدميه كده وانت مغمضه. انا كنت ساعتها جايباه بحاجه و70 جنيه، بس مش عارفه دلوقتي وصل لكام. بس هو بيفتح البشره وفي نفس الوقت بيخلي بشرتك مترطبه وفيها نضاره حلوه قوي. طبعا مش بستخدم ميك اب، اللي هو انا بحطه وبنزل على طول. وطبعا جايبه لكم بقى كريم من المنتجات الجديده اللي هي البراند المصريه، اللي انا لسه مجرباه مؤخرا. فيها كريم حلو قوي، انا حطاه اصلا، وحاطه عليه يا دوبك تنت كده، بعمله بشويه ميه ورد ودم غزال، وبنمشي الدنيا مع الروج، وبيبقى شكلك طبيعي جدا.